وعهد يتجدد. والضيوف الأكارم ممثلو إقليم شمال الخليل، بكم. يتم اليوم افتتاح هذه المديرية في شمال الخليل لتخدم أكثر من 250 ألف نسمة في هذه المنطقة. هذا مشروع حقيقي وموضوع مهم من سياسة الحكومة وتوجيهات الأخ أبو مازن أن تصل الخدمة إلى كافة المواطنين أينما كانوا وأينما وجدوا. وإن شاء الله كما تعهدنا في الماضي سيكون أيضا مستشفى في شمال الخليل ومستشفى في جنوب الخليل، وإن شاء الله أيضا سنجهز الطابق الجديد في مستشفى الخليل المركزي إن شاء الله قريبا جدا. نشعر بالفخر والاعتزاز لهذا المشروع الحيوي. هذا المشروع الحيوي يهدف الأساس إلى خدمة المواطن، يهدف على التركيز على الجانب الصحي، والجانب الصحي هو جانب مهم جدا. الاهتمام الكبير للحكومة الحالية بالموضوع الصحي بتوجيهات فخامة الرئيس أبو مازن، لأن جميع أدوارنا كبلديات وكمؤسسات وحكومة هي أدوار تكاملية سعيا لخدمة المواطن. ودعم لأن ترى هذه المديرية النور. توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله. مديرية مستحدثة، طبعا حاولنا ننقل الخبرات اللي موجودة من المناطق الثانية. موظفينا في حدود 60 إلى 70، أرقام نهائية لسه لأنه كل يوم بيجينا ناس جديد. ما قصروا معنا، أعطونا الحاجات اللي بتلزمنا. طبعا كافة الخدمات اللي موجودة في أي مديرية صحة ثانية موجودة عندنا هون.